اسمع لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فإنما هو دين واحد. فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. الله أكبر. لا انت ايه ده؟ انت 13 سنة؟ ايوه. الله اكبر. لا بعد اذنك كده امسك كده، امسك بس انت، امسك انت اللي كسبت. جاوبت ايه؟ الله اكبر. انما هو دين واحد، يعني ان الدين عند الله الاسلام. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال: وامرت ان اكون من المسلمين. نبي الله ابراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى: قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الجن المسلم، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق فأنزل الله عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو دين واحد.